حورس وست. النظام والفوضى. حيث روت أساطير نشأة الكون المصرية تلك الأحداث الكونية بطريقة رمزية، تلك الأحداث التي أدت إلى نشأة الحياة على الأرض، والتي كانت مصحوبة بعنف وانفجار النجم العملاق الذي مر بمرحلة سوبر نوفا وقصف الحديد إلى السماء. رمز المصري القديم لتلك الأحداث العنيفة بقصة الصراع بين حورس وست، فهما يمثلان قوى النظام والفوضى في الكون. بدأ الصراع بين حورس وست في أعماق الأرض، ثم تصاعد إلى أن وصل إلى السماء العليا، حيث استمر الغريمان في الصراع. وتصف النصوص المصرية كل من حورس وست بأنهما الغريمان اللذان أوشك الصراع بينهما أن يشق السماء، ولكن هذا الصراع حسم بانتصار حورس على ست، حيث انتصر النظام على الفوضى. وأرسيت قواعد الماعد أي التوازن الكوني في السماء والأرض، حيث تصف متون الأهرام ومتون التوابيت ملك مصر، وهو يقوم بإعادة قصة الخلق بأن يعيد تكرار ما قام به الإله في الزمن الأول عندما أرسل ماعد، وهي تعني النظام الكوني في السماء والأرض. فهي تحكي عن الملك وهو يقوم بتهدئة العاصفة ليعم السكون والهدوء في السماء، ويزيح قوى الفوضى والظلام، ويفتح الطرق في السماء، وينشئ طرقا جديدة عبر المحيط الكوني، طرق تربط بين الأفقين، ويقوم تحت بدور وسيط السلام والتهدئة بين الغريمين حورس وست، والذي يستطيع في النهاية أن يحقق التوازن والتناغم بينهما. وهذا الصراع بين حورس وست هو الذي أدى إلى سقوط الحديد. جاء في النص رقم 7 من متون التوابيت: تصدعت الأرض عندما بدأ الغريمان حورس وست في الصراع، وجرفت أقدامهما البحيرة المقدسة في هليوبلس، ولكن ها هو تحت يأتي بحكمته فيهدئ الصراع، وتخمد النيران التي اندلعت، ويذهب الغضب لكي تبدأ وقائع المحاكمة أمام القاضي جيب رب الأرض. وترمز أقدام حورس وست في هذا النص إلى حديد السماء. ولا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.